أحبابي الكرام، بفضل الله عز وجل قد صمنا رمضان وأكرمنا الله ببلوغ رمضان، ولكن أحب في هذه الدقائق العجلة أن أسأل سؤال: لماذا فرض الله علينا الصيام؟ احنا نصوم، سألنا أنفسنا هذا السؤال: ليش صايمين؟ أريد الجواب. لعلكم تتقون. زين، التقوى بس بالصيام؟ لو ممكن تحصل بغير شيء. ممكن تحصل بالصلاة، ممكن بقراءة القرآن. لماذا الجوع والعطش؟ هل فكرنا قليلا في هذا؟ خلينا نفكر شوية ويا أنفسنا. ليش رب العزة يجوعنا من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب؟ لا نشرب، لا ناكل. ايش تريد بالفضل؟ حتى نحس بالفقير. حتى نحس بالفقير وحده كمان. عاشت ايدك واللي علمك وياك والديك. حتى نحس بالفقير. بعد اكو شيء اخر؟ نتعلم الصبر. حتى نتعلم الصبر. ممتاز، حلو. بعد نعم، ننزل جوارحنا. ممتاز، يمسك يدع شهوته وطعامه. زين، أسأل سؤال: احتمال رب العزة يريدنا نصوم لأن خايف يخلص الرزق ماله، الأكل والشرب؟ أكو هيك احتمال؟ ها؟ أريد جواب. أكو لو ماكو؟ لا ماكو. ليش ماكو؟ من يقول ماكو هيك احتمال؟ هسه المعذب من واحد يسوي عزيمة ولله المثل الأعلى، يقوم يحدد بالكمية اللي يحطها بالصيام. يعني يقول لك والله خاف ما يكفي مع الخطاب ولله المثل الأعلى. هل هذا أو الفكرة مطروحة عند الله؟ الجواب قلنا لي نسمع من عندكم صوت واحد. لا، الجواب كلا، بسبب بسيط. رب العزة ايش قال في الحديث القدسي؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، مكان واحد كله، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. إذا ما راح ينقص. إذا هذا الاحتمال شو نسوي؟ نستبعده، نختار احتمال آخر، أنه الجوع والعطش. احتمال رب العزة رايج من عندنا فيريد يعذبنا ويجوعنا ويعطشنا. مثل ما واحد عنده سجين ويريد يعذبه، بعض الطلبة يمنع عنا الطعام والشراب. هل هذا الاحتمال صحيح أم لا؟ شو تقولون؟ لا. إذن أكو دليل على أنه لا، مو ضايج. نقدر نعرف بأنه هذا الاحتمال مو صحيح. وهو لو أن شر فيك نعم، حتى جيبها بحديث قدسي هو تكملة لهذا الحديث، بس عندنا حديث في الصحيح آخر يقول: ما من أحد أصبر من الله عز وجل، أصبر على خلقه. تخيل الآن واحد يمك جيب بالبيت مالتك وانت موقف السيارة بالباب وانت نضحك بالكاميرات وشفته جي وقف يمك شال حجارة وكسر الجامة مال السيارة بدون سبب، بدون أي شيء. ورا ما كسر الجامة ضرب الباب دفرا. طلعت تريد تفتهم من عنده شنو السالفة. أول ما لقاك شافك
بدأ يسب لك حشر، شنو رد فعلك تجاه هذا الإنسان؟ تؤذيه؟ أكيد لو أكو غير خيار. بعد أكو خيارات مطروحة. صبر. من وين تجيب الصبر؟ من رب العزة ممكن نصبر، بس عن عموم الأغلب ممكن أقول له حياك الله أهلا وسهلا بك، ما تروح إلا تتغدى. مطروح هذا الخيار ولا ما مطروح؟ من يقدر يسويها؟ ما حد يقدر يسويها. لكن الله عز وجل هو أصبر من كل خلق. يقول الله عز وجل إن الذي بيني وبين بني آدم لشيء عجيب، أخلق فيعبد غيري وأرزق فيشكر غيري. تخيلوا الآن الدول اللي موجودة الكافرة، الصين واليابان والروم، ماذا يعبدون؟ يعبدون الله؟ الجواب لا، يعبدون بوذا ويعبدون أصنام، والهندوس يعبدون البقر، وأوروبا يعبدون الصليب. لكن الخير اللي فوقهم مصبوب صب. لماذا لا يمنع الله الخير عنه؟ لأن الله يصبر على خلقه، يصبر. والصبر هو شعار رمضان، نتعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا لماذا هذا الجوع والعطش؟ نرجع للسؤال. إذا رب العزة لا على مود معاصينا مانعنا من الأكل والشرب، ولا على مود يخاف على رزقه، ولا راح نرجع رب العزة. احنا ذكرته قبل قليل للوصول للتقوى. زين، لماذا الصوم؟ قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. راح ارجع الى فلسفه الانسان نفسه وجسمه وتركيبه هذا الانسان. الانسان من ايش يتكون؟ الانسان من ايش يتكون؟ من اريد اسمعها. من الروح والجسد. الدنيا بشكل عام تعاملاتها الدنيوية مبنية على الجسد، الأحكام الظاهرة على الألفاظ، على الصلاة، على الجسد. والروح شيء. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بأيهما أفضل أو ارتقى أو الإنسان، بالروح أم الجسد؟ يرتقي بالروح. التنافس اللي صار ويا إبليس عليه لعنة الله متى بدأ؟ لما انخلق الجسد لو لما نفخت الروح؟ ها؟ لما نفخت الروح. الجسد مخلوق وما له دخل به الشيطان. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح لما نفخت بدأت المعركة والمشكلة الحقيقية. فلذلك الإنسان الطبيعي هسه احنا كلنا من جهة أضحك على الوجوه كلها، اللي ما لابس نطرة وعقام مشرب ومرتب ولابس ملابس نظيفة وجديدة وأكيد حاط ريحة، واللي كسر مال عقاله وشمامه، واللي كسرت الشمام ومعدل العقال ومعدل قيافته وجاي، هذا كله مظهر شنو؟ مظهر الجسد. لكن الروح وقفنا قبل لا نضب قلنا يا روح تعال جرب، نظفناش قبل لا تدخلين الغل والحسد والحقد وغيرها. فالجسد بماذا يتقوى؟ قوة الجسد شلون يقوى؟ شنو الغذاء؟ طعام وشراب.
إذا طعام، شراب، شهوات، كلها غذاء للجسد. إذا من ضعف الجسد إذا يريد يسوي رجيم، تريد تضعف شو تسوي؟ قلل الأكل والشرب. إذا سديت مداخل الجسد والشهوات شيئا فشيئا. نفس الوقت فتحنا الطاقات مال الروح. الروح شنو غذائها؟ العبادات، قرآن، أذكار، صلاة، ترتقي بهذه الأنوار حتى تصل تكاد تخترق السماوات. ولذلك القرآن الكريم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من أمر الدعوة والعبادة وأمر الدنيا فانصب نفسك في محراب الصلاة، في محراب العبادة. فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يتزود من طاقة مثل التليفون. مشغلين الآن من يخلص شحن دول نروح نشغل الدور شاحن. فالصلاة والعبادة هي الشحن حتى نستمر. فالجسد والروح خصمان في الحقيقة، هذا يريد أمور الدنيا وهذه ترتقي بأمور الآخرة. فجاء الصيام لكي يقوي أحدهما على حساب الآخر. بالعرب احنا عندنا اثنين تكامل، أخوك تكامل ويا واحد صديقك بس شوية بعيد، وانت تريد تفسع لاخوك وما تريد تخسر صديقك. شو تسوي؟ شو يسمونه العرب؟ حاجوز النفاع، حاجوز المعين، يجي على اساس يحجز. فشو يسوي؟ يريد يلزم من هو صديقه البعيد، هو بالحقيقه يحجز الظاهر، بس بالحقيقه ايش سوى؟ لزم هذاك وخلى اخوه يضرب بيه بكيفه. من واحد يعاتبه يقول له والله شو تحجز هذا؟ ما كاونت وياه. بالحقيقه هو ايش سوى؟ عامل باسلوب غير مباشر. رمضان ايش سوى؟ ضيق مداخل الشهوات في الجسد. لذلك يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فالصوم لي وانا اجزي. فإذا رمضان هو مدرسة، دورة، تقوية، حتى وين ندخل؟ إلى ميدان الحياة وميدان السير إلى الله عز وجل. ولذلك هذه الدورة نضرب لها مثل، يقول طالب العلم اللي يدخل دورة الآن كلها ما شاء الله معاهد خاصة ودورات رياضيات وكيمياء وفيزياء، مو هيك الطلاب كلهم داخلين لو ما يدخلون دورات تقوية. ما يعرف يحل خطأ، فدخلوه دورة وجابوا له أحسن مدرس متخصص هو اللي مخلي المنهج، وعلم شلون تحل وحفظ الطريقة وامتحن طلع أخذ 100. من رجع بالامتحان للمدرسة المفروض شو يسوي؟ يستخدم يا طريقة، الطريقة اللي علمها إياه الأستاذ بالدورة الخاصة. الطالب ايش سوى؟ عاف الحكي مال الدورة كله ورجع على طريقته الأولية. شلون كان يحل خطأ؟ قام يحل خطأ. هل استفاد هذا الطالب من الدورة ولا لا؟ ما استفاد من شيء. فرمضان إخواني هو مدرسة ودورة إلزامية قبل الترقية. حتى ترتقي إلى الله تدخل هذه الدورة كي تترقى فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول دخلنا الدورة رغما عن أنوفنا، غصبا معنا، مو بكيف نحن جبنا رمضان. رب العزة قال كتب عليكم، ينفرض. فإخواني لا يعبر رمضان وإحنا ما منتثمين. فمضى تقريبا الثلث الأول وبقي ثلثان بقوا من رمضان 20 يوم. فاللي بادئ بمشروع خليه يزيد، واللي مقصر
بعبادته، بقراءته، بصلاته، والله إياك أن تضيع، إياك أن تضيع ركعة واحدة. وما شاء الله والله الصلاة يعني احنا مو بس اليوم، جابر حسام متابع عن الصفحة مالته ما شاء الله عليه، نشاطاته وقراءته ونشاطاته تسوي واهس أصلا واحد يبقى هنا يتعبد لله عز وجل. فإخواني اعتبر نفسك مسجون، سلمنا الله وإياكم جميعا. فاقضيها في عبادة الله، اقضيها في طاعة الله. والله رمضان سريع جدا، ورمضان قصير لا يحتمل التقصير لا مني ولا منك. فلا نضيع هذه الساعات فنندم ونقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أقول احنا بالأمنية فلنستغل هذه الأمنية قبل أن تضيع منا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم وأهلينا ومن نحب من عتقاء هذه الليلة، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من المقبولين. والسلام عليكم.